لكل فيلم حكاية ولكل حكاية ملخص، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا. بتبدأ الحكاية مع شاب اسمه ايرو وهو قاعد في السجن وبيكون محبوس في شوية قضايا بسيطة، وفجأة واحد غريب بيجيله وبيطلعه من الحبس، والراجل ده بيكون مطلعه عشان هيساعده في حاجة بس أكيد بفلوس. واللقطة بتتنقل بعدها لقاعة كبيرة والبنات عمالة ترقص، وفجأة كشاف ضخم كان هيقع على واحدة من البنات، ولكن ايرو بيظهر وبيجري بسرعة وبينقذها في آخر لحظة. وبنعرف بعد كده ان ايرو ده ولد بايظ وبيحب يعمل مصايب وجرايم ومستعد يعمل اي حاجة في الدنيا عشان الفلوس. وبنشوف صحابه باتون ودراس وبين عليهم هما كمان مجرمين زيه. وفي اللحظة دي بنشوف الراجل اللي طلع ايرو من السجن اللي بيكون اسمه بروس، والبنت اللي الكشاف كان هيقع عليها دي بتطلع بنته واسمها ري. وبنعرف ان حياتها بتكون في خطر وان في حد بيراقبها وعمال يطاردها. وبنشوف ري قاعدة بتتعشى مع اختها ليلي، وفجأة ايرو بيدخل عليهم، وبنعرف ان بروس مشغله عنده عشان يأمن حراسة ري، يعني ايرو هيكون البوديجارد بتاعها. وري بتفضل بصله باستغراب وبتكون متضايقة جدا من قرار باباها وان يبقى في حد ملازمها طول الوقت وبيوصله اخبارها اول باول، فبتزهق وبتسيبهم وتمشي. وايرو بيقعد معاهم وبيقول في نفسه ايه ده، الناس دي اغنياء جدا. وبيدخل اوضته وبيلاقي ري بتعوم في البسين، فبيفضل باصص عليها. وبروس بياخد باله وبيجي يحذره وبيقول له ركز في شغلك اللي انا مشغلك عشانه وهو حماية بنته وبس. ومن تاني يوم ايرو بيبقى ضل ري بيوديها المدرسة وبيرجعها. وري بتكون مش محبوبة خالص بين الطلبة، وكمان لما ايرو دخل حياتها الغيرة زادت اكتر واكتر لدرجة ان حبيبها القديم بدأ يتنمر عليها. وبعد المدرسة وهم ماشيين ري بتسأل ايرو مين انت بالظبط وليه باباها جاب واحد في سنها عشان يراقبها. فايرو بيرد عليها ان اهله ماتوا وهو صغير، وان باباها بروس ده هو اللي كان بيصرف عليه وبيربيه عن طريق جمعية خيرية. وري لما بتسمع كده احترامها وتقديرها لابوها بيزيد جدا. وبعد كده بتسأله هو انت ساكن لوحدك؟ فبيقول لها لا انا عايش مع باتون ودراس. وبعد كده ايرو بياخد ري على حفلة عيد ميلاد صاحبتها، وايرو كان قاعد في العربية زهقان فنزل عشان يشرب ويروق. وهناك بنشوف بنت بتحاول تبوس ايرو بس هو بيطنشها، وري بتشوفها وبتتغاظ وبتقول للبنت دي ازاي تتجرأي وتعملي كده، ومن الواضح كده يا صديقي ان الناس دي فاسدة زيادة عن اللزوم. وبنشوف حبيب ري القديم بيبدأ يهزقها وبيقول عليها كلام مش كويس، وده بيخليها تتعصب وترمي عليه المشروب. وايرو بيحس ان الدنيا هتولع فبيتدخل وبيبتدي يضرب حبيبها القديم، وبعدها ري بتاخد ايرو وبيمشوا. وتاني يوم باتون ودراس بيجوا يقابلوا ايرو في مدرسة ري عشان كانوا متخانقين مع شلة تانية، وايرو بيسيب ري لوحدها وهم بيجهزوا للخناقة. ولكن ري جات لهم وبتكسر معاهم الموتوسيكل، بس بيلاقوا ناس كتيرة جاية عليهم فبيجروا. وبعد كل اللخبطة دي ري بتحس بسعادة غريبة وباين عليها انها ابتدت تميل لإيرو. وبعد كده إيرو وري بيرجعوا على البيت، وبروس بيكون مستنيهم، ولما بيشوفهم بالمنظر ده بيولع وبيبهدلهم جامد. وبسبب اللي حصل ايرو بيبدأ يركز اكتر في شغله وبيتجاهل ري، وفي الوقت ده اللي بيطارد ري بيبدأ يضايقها اكتر. وبنشوفه مرة بياخد صور مش كويسة ليها في حمام المدرسة، ومرة كمان بيحط بخاخ جاز في دولابها وري بتتخنق. وبعد كام يوم ايرو بيخلص ورديته وبيجي عشان يمشي، ولكن اخت ري ليلي بتقوله ان في حد عمل اكونت مزيف لري وعمال يبعت لها صور مش لطيفة. فايرو بيقول لها هخرجها وافسحها عشان تنسى. وبنشوف ري وليلي بيروحوا نادي مع ايرو وبيكون باتون ودراس موجودين هناك، وري بتلاقي ان في ناس كتيرة في النادي يعرفوه فبتعجب بيه اكتر. وفي نفس الليلة ري كانت راجعة أوضتها عشان تجيب حاجة، ولكنها بتلاقي مرايتها مكسورة ومكتوب عليها تهديد ليها.
فبتتصدم ري وبتحكي كل حاجة لأيرو، وأيرو بيحس إن عدو ري موجود في الحفلة، فبيروح أوضة بروس عشان يشوف كاميرات المراقبة وبيلاقي صورة لأهله وهما الاتنين مع بروس. فأيرو بيستغرب جدا من وجود بروس مع أهله وبيحكي لري، وري كمان بتستغرب والمزاج بيتعكر ما بينهم وبيتخانقوا والتهديدات بتزيد يوم بعد يوم، وري بتبقى متأكدة إن حبيبها القديم هو اللي ورا المصايب دي. وفي يوم هي وأيرو بيروحوا بيته عشان يراقبوه، ولكن وهما بيفتشوا في اوضته بيدخل هو الأوضة فجأة ومع بنت، وأيرو وري بيستخبوا في الدولاب، وهو والبنت اللي معاه بيقربوا من بعض، وده اللي بيخلي أيرو وري مشاعرهم بتزيد جوه الدولاب. بس في حاجة بتقع وهو بيحس إن في حد مستخبي، ولكن أيرو وري بيجروا قبل ما يمسكهم وبيرجعوا على البيت وبيكملوا المشاعر دي في البسين. وتاني يوم أيرو وري وهم رايحين على المدرسة بيلاقوا العربية بتطلع دخان وبينجوا بأعجوبة، ولما بيرجعوا على البيت بروس بيعرف بكل حاجة عملوها من وراه وغضب جدا وبيطرد أيرو من الشغل. وفي اللحظة دي أيرو بيوروله صورة أهله معاه وبيسأله تعرفهم منين، ولكن بروس بيدعي انه ما يعرفهمش كويس وانهم كانوا بيجوا المطعم بتاعه بس. وهنا بقى ري وايرو بيعرفوا ان بروس كداب، وايام بتعدي وري وايرو ما بقوش يشوفوا بعض، لحد ما في يوم ري بتلاقي نوت بوك عليها نفس الرسمة بتاعت التهديدات اللي كانت بتجيلها، فبتعرف وقتها ان ايرو هو اللي كان بيهددها عشان فاكر ان بروس هو اللي قتل اهله. وبعد كده بنشوف ايرو لما بيعرف ان ري اكتشفت الحكاية بيروح لها عشان يقول لها ان كل الرسومات والتهديدات دي ملهاش معنى، وان هو بيحبها وعمره ما هيفكر يأذيها. ووقتها بيعيشوا لحظة رومانسية مع بعض. وفي يوم ري وهي بتتفرج على الموبايل بتلاقي اكونت الباتون على انستجرام، وبتكتشف ان باتون شغالة عاملة نظافة في المدرسة بتاعتها، فبتسأل ايرو بس هو ما يعرفش اي حاجة، والشك عند ري بيتحول لباتون. وبنشوف ايرو بيروح لباتون عشان يفهم منها كل حاجة واللي ما قالتش على حاجة زي دي، فباتون مش بتعرف ترد وبيتخانقوا، وباتون بتزق ايرو وراسه بتتخبط وبيغمى عليه. وفي اللحظة دي باتون بتاخد تليفون ايرو وبتبعت مسج لري عشان تيجي، وري وهي رايحة بتبعت موقعها المباشر لباباها، وبروس هو كمان بيوصل لهناك، وبنلاقي باتون بتطلع مسدس، وبنعرف ان كل الدراما دي من تحت راسها هي، وان هي اللي كانت بتهدد ري. والحقيقة بقى صديقي ان اهل باتون ودراس كانوا شغالين في مطعم بروس، والمطعم ده ما كانش فيه اي امان، وفي يوم عيد ميلاد بروس كان في حفلة وبسبب اهماله المطعم ولع نار، وفي الحريقة دي أهل باتون ودراس ماتوا، وده اللي بيخلي باتون عايزة تنتقم منه، وكانت هتضرب بروس بالنار فعلا بس إيرو بيتدخل وده بيخلوهم يجروا. فباتون بتزق أيرو وبتضرب عليهم طلقتين وواحدة منهم بتصيب بروس وبيموت فورا، وبكده باتون انتقمت بعد السنين دي كلها عشان بروس هو المسؤول عن موت أهلها. وبنشوف ري بتزعل على موت أبوها وأيرو بيواسيها، ومن بعدها ري وأيرو بيبدأوا حياة جديدة مع بعض. سلام.